تيانا دالفبز تي ادي جابزة تي لبقة حابز تي دشة زربل تريبوش خنو جي شخش عبد الهادي ادغجة تخن يجن ديستقي تشتش شقي دقمة قوابة شخم. أعزائي الطلاب، أرجو أن تكونوا قد درستوا الحروف الواردة في الدرس الماضي وعلاقتها مع الأحرف العلة. الآن نتابع هذه الأحرف، وهنا لدينا الحرف نون. الحرف نون تجعل جاوك أخر يجي يا شخانر يا بلانر دستم تفيجن قشاءكم قشاء مقازيشكم قزبحك حرفكم مقازيشكم قزبحك قشاء حرفكر قزرت أن فايرس ودغشان. جي حرف ن مفادوياتك أو أجبتك نزخوجة مفادوبتك يجي مفادوبتك أي يعني الحرف النون هيك بالموصل خط اليدوي هكذا بأول السطر وهكذا في نصف السطر. أبرا قشاءر نان ن آ ن نان 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 قشاءم يا قاجة قشاءم يجأغو تتخنيجر نان. نانا أيضا نانا نانا لما بيكون مفردة، أما لما بدي يكون بالجملة بدك تكتب نانا نون ألف نون فتحة نانا كمان نانا هون نان سكون نان. الحرف هون النون مع الكسرة بصير ن. النون مع الكسرة بصير ن كمان بيجي معناته ن. هنا ين عينه هذا ضمير الملك، وهذا النون إن عين عينه ين ياء ونون عليها سكون ما سكون ين. نانا عرف بزيج معانو قيترر بالعربي معناته نان بالتشركسي نانا كمان ونانا عرف بزيج قسم عرف بزيج ياء ن أيضا الأم ن باللغة الشركسية ن ين عينه. هذا ضمير ملك ضمير ملك الشخص الثالث المفرد إن عينه. هنا كلمة نوى عجوز
هذا انه الحرف هذا او ما بيجي غير واو مفتوحة ن و. نوى باللغة العربية عجوز. نوم أراب بزج محان وقي حرر عجوز قب أنزخ العجوز باللغة الشركسية نوى. مر ونا هذه الكلمة هذا ونا. ونا معناته بيت، معناته بيت. ونا ونا واو نون فتحة ونا بيت بيت ونا بيت. إذا هون معانا نان نوى نانا هن ونا. منلاحظ هون مثلا الحروف المد كيف بيأثر على الكلام. بصير ان وآ نا وان نان نا نه نا ونا فتحة بصير نانا. ين ن الأم ن الأم. النون مع الكسرة بصير ن بالشركسي يقابلها بالعربي أم. ونا بيت. الحرف الواو المضمومة النون فتحة ونا بيت. ونا بيت. الكلمة هون نان كمان تكرار لهناك نان نان أو أمي. نان أمي أمي. ما خذ. إذا بدك تقولي خذي يا أمي بتقول ما نان. إلا أمي معناته بالشركسي معناته نان بالشركسي بالعربي يعطي معنى أمي. ما خذ ميم ألف بصير ما خذ أو خذي. على فكرة باللغة الشركسية ما في مذكر مؤنث. الكل ما خذي خذوا إلى آخره كل مثل بعضهم. ما نان خذي يا أمي. خذي يا أمي. يعني ما في خذي يا أمي. ما نان خذي أمي. ما في داعي لنحط أداة نداء بالشركسي. ما في أداة نداء غير للنادي للأشخاص حرف الآ يعني أو كلمة و. ما نان ما خذي بالعربي يقابله بالشركسي ما بالشركسي معناته بالعربي خذي. ما زب أجا أراب بزج خذي بأنفاي أو خذي عاد أراب بزج بزل فغم وخلف غمرة وعجنز خوجة وعدزك وانز خوجة وشا أزا فشحف خريا أخ أراب بزار أدقاب زم خطب. ما نان. نجي على الكلمة نه يعني نون وفتحة نون وفتحة نون وفتحة. هذول الأطفال اللي بيركبوا على القصب على أساس إنه راكبين على حصان بيقولوا نه يعني عم بيحمسوا حالهم مشان يرقدوا. هون الأم. شو الأم قلنا؟ الأم الأم أولادها. الأم أولادها. وناوة. هون منجي لهون كلمة نون وألف شو بصير؟ نا النون والفتحة بصير عين عين باللغة العربية أراب بزج عين.
العين باللغة الشركسية هو ن. ن نون كسرة ن مثل ما مر علينا هون ن نو ما له معنى، بس عم يفرجوك انه الحرف العلة الواو اذا اتصل باللي بصير نو مثل كلمة نو بالانجليزي، يعني نفس اللفظ نو. هون ني ما له معنى، بس هون نو اللفظ هون نا هون ن نو ني نو يعني مثل هذا، يعني عم بحمس الاولى. يعني اذا هون هذا الحرف بدكم دير بالكم عليه، ما تلفظوا اتش او حرف اي، لا هذا حرف نون. ننتقل على الصفحة الثانية. بالصفحة الثانية في حرف السين، وهنا بدنا نشوف حرف السين مع أحرف العلة كيف بده يلفظ، شو بيعمل في أحرف العلة. اجى السم حرف تيجن سم قزي شخر قز بحاجة زر قبقت شجر شد غشان س محلي أب سم قزي شاء قز بحاجة سا زر خطر وغات لغوة ضمير. هذا كلمة ثابت شركسي ما له معنى، بس عم فرجوك انه السين اذا دخل على حرف العلة شو بيصير. هون سين فتحة س باللغة س يعني أنا أراب بزج س أراب بزج أنا باللغة الشركسية س ضمير المتكلم. ضمير المتكلم مثلا سقاق سدحاق سؤجاق إلى آخره. ضمير المتكلم هذا ضمير المتكلم باللغة الشركسية س أراب بزج قبقى زخجة ضمير المتكلم مر سو مرسى مر وو سو محني أب. هذا كلمة سو أيضا السين مع الواو المضمومة سو بصير ما إله أي معنى، يعني ما إله معنى، ولكن عم فرجونا كيف بدي يلتفظ الكلمة سو سير سي معناتها خاصتي أنا، خاصتي. حتى باللغة المصرية بيقولوا أحيانا يا سي أحمد يا سي عادل. كلمة سي مأخوذة من اللغة الشركسية، سي يعني يا العادل تبعي يا الأحمد تبعي، كلمة بدل على التدليل. بنفس المعنى أيضا بيستعملوا شراكس سي وسيجاس سي ضمير ملك متكلم. ضمير ملك للمتكلم ضمير ملك للمتكلم. سوا السين وفتحة سوا ما له معنى. سوا زبوجة معاني أبقى سم وورقص بحاجة زرا قبوتر واغس أنا مرقاتك. اجي قشاء كم تخحن قشاء مر سوس أدغاط
أدغم بصصتكم السوس رأوة سوس أدغاتصة. هنا الكلمة سوس اسم علم، اس واو اس بصير سوس. هنا سوسة، سوسة كمان اسم علم للبنات، سوسة سوسة سوس سوسة. ساس كمان ما له معنى، ساس ساسة كمان، ساس ممكن يكون اسماء كمان بنات صغار. ساسة كمان اسم علم، ساسة ساسة كمان اسم علم. وسة، وسة شعر، وسة واو ضمة زائد سين مفتوحة بصير وسة شعر. وسم وسة وسم أي كلمة أي اسم. هذا هلا يعني في بداية القواعد الخفيفة جدا. أي اسم بيتبعه حرف الار أو الام بصير وسم أو وسر. الشعر، الشعر، التعريف، الام التعريف، الام لحاله التعريف. وسم اللي هي لاحقة يعني تلحق أواخر الكلام. وسم شعلم بصاصم، بصاصم صدق شعار، شعلم سيو صياغ يعني نصحت الولد شعلم. وسم الشعر، وسا شعر، وسم الشعر، وسا مثل هذا لما نلتقى في الميم بصير الشعر. إذن كملاحظة بالقواعد أرجو أن تعرفوا أن أي اسم بتصل فيه الآر أو الام معناته التعريف، التعريف. شالة ولد، ولد، شالم الولد، شالر الولد، شالم الولد الذي، يعني عم بيعطي التعريف بيجي بالاخر بالتشركسي، ما مثل العربي بيجي بالاول، لا بالتشركسي بيجي بالاخر. وسم، وسا، وسم، وسا، وسا أراب بزج وسا، وسم معاني وقتر الشعر، شعر. وسم معاني أراب بزج قيتر الشعر. أم وأم معاني يقر ام قشاء، معاني يقر قشاء يوزع ام يتزخوجة، ام يتزخوجة الشعر أرافة زيجة محل وقيترار. يجي ميج أتخاخكم تاقي جنة. ننتقل الآن إلى هنا مثلا هلا صرنا فتنا بالجمل، وهذا كتير كويس يعني. ساسة ونميس، ساسة اسم، ونم ونا بيت، ونا بيت، ونم البيت. ساسة جالسا في البيت، جالسة في البيت يس، ساسة بالبيت. الساسة وسم، وسم هون مربع. ساسة اسم البنت، وسم الشعر. شو عم تعمل هذا؟ يجا، يجا معناته تقرأ، يجا يا يجا. ساسة وسم يجا. سوسي كمان فتنا بالقواعد. الاسم متى ما لحقوا هالياء هذا بيصير ايضا بمعنى كلمة ايضا. سوسي، سي سوس ايضا، ونميس سوس ايضا جالسة في البيت، سوس ايضا جالسة في البيت. سوسة وسم يجا. سوسة يعني البنت سوسة، وسم الشعر تقرأ الشعر.
لاحظوا انه نحن بتقول تقرأ الشعر باللغة الشركسية السويسة الشعر تقرأ، نفس المعنى بس في تسبيق على بعضنا وسمي يجا. وأنا كمان كلمة يجا سمي يجا مر هذه مر بيعرف الم، هذه اسم الإشارة بتعرف باللغة الشركسية، بصير ياخذ آلة التعريف متى ما دخل له حرف الإر، متى ما دخل له حرف الإر. مر هذه مر هذه المعرفة، يعني بدي احكي عن شيء معرف، ما بيعرف الاسم الإشارة، ما هو معرفة يعني بالشركسي، ما هو من المعارف، لازم اسم الإشارة يتعرف. ما خذ نان م هذه. إذا بنرجع لهدول شوية هنا، لا قبل شيء بنقرأ الحروف العلة إي أو إي و إي و إي و. هذول الحروف العلة على طول بدي يمروا معنا، لأنه هذول اللي بيدوزنوا الكلمات باللغة الشركسية. ساسة ونميس، ساسة ونميس، ساسة البيت جالسة، هيك تركيب اللغة باللغة الشركسية هيك، ساسة ونميس، ساسة ونميس. أرى بدجي قب أنزخوشة ساسة أي الاسم، جالسة في البيت، أرى بدجي قب أنزخوشة ساسة جالسة في البيت. سوسة وسم يجا، ساسة كمان ساسة اسم علم، ساسة وسم يجا، وسا شعر، وسم الشعر تقرأ الشعر، ساسة الشعر تقرأ، ساسة تقرأ الشعر. باللغة العربية بيقول تقرأ الشعر، وأنا بتقول الشعر تقرأ، بيعطيك نفس المعنى. تركيبة اللغة الشركسية هيك. مر هذه شالر تفتر مر، هذه التعريف مر خشتب، مر أنفايب، مر بس أنفايب، يعني مع التعريف. ما خذ، ما نان هذه هذه. نبجبر فينا أتزغى تنفاي سوخرمة مشر تنفاي شتخت كم أدس تنفاي مخمي يا محانا خس أنفاي زج أمي هجر غشاء نحو تغ خمتها خحاق غشاء زط زت خمتها خحاغس فينا أتزغى تنفاي. ساسة ونميس، ساسة ونميس، ساسة جالسة في البيت، ساسة وسم يجا، ساسة تقرأ الشعر، ساسة تقرأ الشعر. سوسي وسوس أيضا، سوسي والياء هذا شعر أيضا. ونميس، سوسي ونميس. سوسة وسم يجا، سوسة ونم يجا. مر ما نان إي و ي و. هجر شرشو تقاجاجين صخصخو نان نوا نانا ين ونا. نان ما نان نو نا نو ني نو. سوسة سوسة، ساس ساسة، وسة وسم.
ساسة وسم ونم يس ساسة وسم يجا سوسي ونم يس سوسة وسم يجا مر ما نان ما نان خذي يا أمي هذه خذي يا أمي هذه. وهنا السين أن. أعزائي الطلاب، هنا ننتهي من هذا المقطع. الآن دخلنا في صميم اللغة. أرجو أن تضاعفوا جهودكم وتحفظوا هذه الكلمات، وخصوصا الأحرف العلة عندما تلحق بالأحرف العادية. تيجاب وخارج موجة شتاوخ ما بتشاور شتاوخ يطلع بتشاوري قش أهلكوات جدادم قد خم شو جنفاي شو تخالش خم عادس خنفاي زوز أنفايق يا قواج الدغو شو أنا سواتا من أز خم سواو بس من الدغو سواوت تحصل غبسوخ الله حرق أغوق سواو.